زومبي، اول ما تسمع الكلمه دي فاول حاجه بتيجي في دماغك هو الزومبي اللي احنا بنشوفه في الافلام وافلام الرعب. والزومبي دي يا سيدي دي الجثث المتحركه واللي اتحركت بسبب ان هي تعرضت للسحر الاسود. وكان اول فيلم اتعرض او اتعمل للزومبي سنه 1968، وده كان اسمه ليله الحي الميت. لكن انا في الفيديو ده مش جاي احكي لك عن الزومبي اللي في الافلام ولا حتى قصه رعب، انا جاي احكي لك عن زومبي حقيقي او القائد زومبي المسلم وقصه كفاحه ضد البرتغاليين. وليه هم يا سيدي اختاروا اسم زومبي بالذات؟ عشان يطلقوا على الجثث المتحركه بتاعتهم في الافلام. فلو انت من الناس اللي بتحب قصص القاده المسلمين وقصه كفاحهم وعملوا ايه فانت حبيبي والفيديو ده ليك. قصه القائد زومبي تبدا يا سيدي لما دخل الاوروبيين لامريكتين، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. وفي الوقت ده هم قسموها بينهم وبين بعض، فعندك الست فرنسا وانجلترا اخذت امريكا الشماليه اللي هي الولايات المتحده وكده، اما امريكا الجنوبيه فكانت من نصيب البرتغال واسبانيا. والاسبان والبرتغاليين ما سابوش الدنيا سايحه كده، لا دول قسموا امريكا الجنوبيه بينهم وبين بعض، فالبرتغاليين اخذوا البرازيل، اما اسبانيا اخذت باقي القاره كلها. لكن كان في اختلاف بين سياسه الفرنسيين والانجليز في امريكا الشماليه عن سياسه البرتغاليين والاسبان في امريكا الجنوبيه. الفرنسيين والانجليز كان هدفهم انهم يسيطروا ويقعدوا في البلد، ولذلك ما كانش عندهم غير القتل في السكان الاصليين، على عكس من البرتغاليين والاسبان اللي كان هدفهم من القصه دي كلها ان هم ينهبوا وينقلوا اللي هم نهبوه لبلادهم الاصليه. فطبعا سياسه النهب دي ونقل الخير الموجود في الاراضي دي محتاج لايدي عامله. فين الايدي العامله دي؟ موجوده في افريقيا. فدخلوا يا سيدي على السواحل الافريقيه اللي كان فيها مسلمين وبداوا يخطفوا في القرى والناس الموجوده هناك، وبقت التجاره من بعدها يا معلم. ناس بتخطف وتجمع الناس وتبعتهم للساحل، وسفن عماله تبعتهم للبرازيل ولدول تانية. كانوا يا سيدي ماشيين بمبدا اللي يوصل يوصل، يعني في ناس بتموت في السفينه فخلاص تموت ويرموها في البحر، واللي يوصل هناك خلاص هيروح يشتغل لغايه ما تطلع عينه، ولو تعب او مرض مفيش حد هيعالجه، اما يعالج نفسه او يشوف له عبد زيه يعالجه او يموت، مفيش مشكله خالص معاهم. وقدروا يا سيدي ان هم ينقلوا الملايين من الافارقه للبرازيل. والافارقه دول كانوا شغالين في مزارع البن والكاكاو وقصب السكر، وشغالين في المناجم بتاعت الذهب والفضه، وشغالين برضه في المنازل او البيوت بتاعتهم. واغلب الافارقه اللي وصلوا البرازيل كانوا من جزر اسلاميه، لكن البرتغاليين اجبروهم على التنصير وترك دينهم. البرتغاليين في الوقت ده حسوا ان الدنيا خلاص، ان هم سيطروا على كل حاجه، على الارض وحتى على الدين. لكن ظهر القائد زومبي عشان يشعل الانتفاضه في جميع انحاء البرازيل. القائد زومبي ده يا سيدي طالع من المستوطنه او المدينه اللي عملوها الافارقه اللي هم هربوا من البرتغاليين للغابات، وعملوا مستوطنه سموها احراش الزنوج. وكان القائد بتاع المستوطنه ده هو خال زومبي اللي هو كان اسمه زومبا، لكن ده قتل بعد ما عمل اتفاقيه مع البرتغاليين بتسمح ان هي تعترف بيهم كاحرار مقابل ان هم يكونوا خاضعين للبرتغاليين. المهم يا سيدي تولى زومبي القياده بعد موت خاله، لكن بدا هو والشيوخ ان هم يلفوا على الناس ويعلموهم الدين الصحيح ويعلموهم القران ويفقهوهم في الدين. كل يوم ده كان العدد بيزيد، فاعلن بعدها قيام دوله البرازيل الاسلاميه سنه 1643. وكان اول مبدا يا سيدي اعلن القائد زومبي هو مبدا الحريه للجميع. وزي ما احنا عارفين مفيش حاجه تعكر صفو او تعكر مزاج اي محتل او حتى دكتاتور غير كلمه حريه وكلمه اسلام. المهم يا سيدي البرتغاليين بدأ ان هم يحاربوهم ويحاولوا ان هم يطفوا نار الثوره، لكن القائد زومبي والمسلمين اللي معاه كان بيهزمهم في كل مره، وفي كل مره كان بيتوسع وبيضم ارض جديده لدولته. لكن يا سيدي الامبراطور البرتغالي تدخل في القصه دي وارسل اقوى الاسلحه عشان يسقط الدوله الاسلاميه، خوفا ان هي تتوسع وتنتشر اكتر. مع قوه الاسلحه تم اسقاط الدوله الاسلاميه، ومع الخيانه تم القبض على القائد زومبي نفسه، لان في واحد من اتباع القائد زومبي بلغهم على المكان الموجود فيه فقبضوا عليه. وبدأ البرتغاليين يا سيدي بعد القبض على القائد زومبي وقتله بدأوا انهم يقتلوا في الناس الباقيين، واسر جزء منهم وبيع جزء تاني، وكل ده عشان يمنعوا اي محاولة للم الشمل من جديد. وعشان كده يا سيدي اختاروا اسم القائد زومبي بالتحديد في افلام هوليوود عشان يشوهوا بس اسم القائد المسلم زومبي.